الأهلي والزمالك مباراة استثنائية في ظروف غير مستقرة. الأهلي مع مدربه الجديد يستروب بيبحث عن تثبيت الأقدام، أما الزمالك مع مدربه الجريء أحمد عبد الرؤوف بيبحث عن إثبات الذات. المباراة خارج توقعات، ديربي الأهلي والزمالك، ديربي القاهرة. لقاءات الفريقين في السوبر كانوا 9 لقاءات، فاز الأهلي ب7 وفاز الزمالك ب2. الأهلي أحرز 10 أهداف والزمالك أحرز 4 أهداف. فوز فريق الزمالك بالبطولة عموما كان 4 ألقاب والأهلي 15 لقب، ولكن المباراة دي تحديدا ما بتبقاش ليها حسابات ولا ليها علاقة بالتاريخ. أبرز مفاتيح لعب الفريقين: النادي الأهلي عنده مفاتيح لعبه زيزو، بن شرقي وديانج وتريزيجيه. الزمالك فتوح وناصر ماهر وبنتايك لو سليم والونش واسماعيل. نروح بقى لطريقة اللعب. طريقة لعب الأهلي من آخر مباراتين أو 3 مع يستروب كانت بتعتمد على الآتي: اللامركزية في الأدوار وتغير مراكز اللعيبة في الملعب، قفل نص الملعب من خلال ديانج ومروان، وبيستخدم الباكات سواء كان هاني أو كوكا في تطوير الهجمات والدخول جوه الملعب للزيادة العددية والمساندة الهجومية لخط الهجوم اللي هو عبارة عن زيزو وتريزيجيه وبن شرقي وجراديشار. اما طريقه لعب احمد عبد الرؤوف حقيقي عنده طرق لعب مختلفه، ما بيخافش، ما بيخسرش حاجه وانا مش خسران حاجه، جاي يلعب بثقه من غير اي ضغوط، بيعرف يقفل الملعب وبان ده في الماتش اللي فات مع بيراميدز، وبيعرف يروح للخصوم بسهوله من خلال عمل مرتدات، ودي كانت واضحه جدا في الماتش اللي فات. عبد الله السعيد كان بيودي ناس كتير، او ناصر ماهر بنفسه بيروح. اعتماد على المرتدات وكمان الاعتماد على الكرات الطوليه الدقيقة. الكرات الطولية الدقيقة الزمالك كانش بيعملها قبل كده، مع أحمد عبد الرؤوف بقى يعملها بدقة وبتمثل خطورة على المنافسين. على الرغم إنها مباراة على بطولة، يعني المفروض إنها تكون مباراة مخنوقة ما فيهاش لعب، لكن أنا متوقع إنها تكون مباراة حلوة هيفوز بيها الأقوى دفاعيا. أيوه أنا قصدي أقول كده، اللي هيفوز بيها هو الأقوى دفاعيا. خط الدفاع هو اللي هيجيب الفوز لفريقه، اللي مركز واللي مفيش هفوات هتحصل منه، مفيش ميس باص هيطلع منه غلط، هو اللي هيكسب المباراة. أتمنى نشوف مباراة لعب مفتوح، كورة حلوة. نفسي بقالي كتير قوي ما شفتش مباراة الأهلي والزمالك زي مباراة 4-3 وغيرها، فيها ندية، فيها رايح جاي. انتظرونا بكرة في تحليل للمباراة، بعد المباراة مباشرة في تحليل استثنائي بالحالات وبالأرقام وبالإحصائيات، وهنقول للي فاز مبروك، مليون مبروك، واللي خسران هنقول له هارد لك أو أنت خسرت ليه. أتمنى نشوف مباراة حلوة، وأتمنى نشوف كورة حلوة توضح قيمة وإمكانية الفرقتين على مدار التاريخ. شكرا لكم.